السلام عليكم. الغرزة بتاعت النهاردة تندرج تحت فئة الغرز الليس. غرزة اسمها The Feather and Friend Stitch، يعني غرزة الريشة أو المروحة، عشان شكلها زي ما انتوا شايفين كده. تنفع الريشة، تنفع المروحة، تدي كده أو تدي كده. ايا كان اسمها والسبب اللي اتسمت بيه يعني، فهي غرزة أنيقة جدا وشيك جدا وعتيقة او من الغرز الانتيكات. ان احنا لو حد عنده شال قديم ورثه مثلا من جدته او كده، هتلاقي ان في ممكن الغرزة دي. هو الغرزة دي بتتعمل غالبا في الشالات، كوفيات. صعب تتعمل في البلوفرات او الحاجات اللي هي المفروض تدفي لوحدها، لان زي ما انتم شايفين فتحاتها كتيرة، فهي غالبا بتتعمل في الشالات. وهي سهلة جدا، يعني سهلة وسريعة، يعني شكلها يدي ان هي معقد ومحتاجة حاجات، بس لا، هي بسيطة جدا. هي بتتعمل بعدد غرز مضاعفات 18. يمكن عشان كده هي بتتعمل في الشالات، لان 18 غرزة عشان يدينا يعني الجزء ده 18. فانت متخيل احنا محتاجين كام واحدة جنبيها عشان تبقى شكلها حتى باينة اكتر، وعلشان شكل المروحة او التمويجة بتاعتها بتبقى عاملة كده، يعني تبقى باينة اكتر يعني. فهي مضاعفات 18، لكن بتحتاج 4 صفوف بس. الاربعة دول 2 منهم غرزة عدلة، وواحد منهم غرزة مقلوبة، وواحد بس هو اللي فيه التركة اللي هي مش صعبة، فبسيطة وسهل ان هي تتعمل، شكلها شيك فعلا. فنشوف ازاي بتتعمل. علشان نبدأ نعمل الغرزة الجميلة دي، هنبتدي زي ما قلت هنعمل 18 غرزة ومضاعفتها. عملت 18 غرزة، وهنعمل الصف الأولاني منه اللي هو الوش العدل، اللي هو بدايتنا من هنا. كله غرزة عدل. بعد صف العدل هنعمل الصف التاني صف مقلوب، كل الغرز مقلوبة. اظن مفيش اسهل من كده. يعني نص الباترون عدل ومقلوب. كده احنا خلصنا الصف التاني. نيجي بقى للصف التالت اللي هو في الفن بقى. احنا هنشتغل ازاي؟ الصف التالت هنشتغل غرزتين مع بعض 3 مرات بداية الصف، يعني كده. ادي 1 2 3. تمام. وبعد ال3 دي او بعد 3 مرات كيتو توجيزر هنعمل حاجة اسمها يارن اوفر نت. دي هنكررها 6 مرات. ايه يارن اوفر دي بقى؟ يارن اوفر دي ان احنا
بنجيب الخيط اهو، نعملها لفة ماشي، وبعدين بنشتغل غرزة عدلة اللي بعديها عادي جدا. فاحنا كده طلعنا من الغرزة قبلها غرزة، عملنا غرزة قبل ما نشتغل الغرزة تاني. هنكررها دي 6 مرات. فادي كده 1، ادي 2، دي اللي بتعمل شكل الليس اللي هو المخرم، الحاجات المخرمة اللي في التريكو. 2 3 يارن اوفر، 4 يارن اوفر، 5 ادي اخر لفة 6 ماشي. وبعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده هنكرر نفس اللي احنا عملناه دلوقتي، 3 غرز او 3 مرات. هنعمل كيتو تو جزر، يعني هنشتغل 6 غرز نحولهم 3، وعلى الناحية التانية هنشتغل بعد ما نخلصهم هنعمل يارن اوفر غرزة عدلة 6 مرات. طيب انا دلوقتي باقي معايا 6 بس في الابرة. هشتغل ايه؟ هشتغل اللي هو كيتو تو جزر 3 مرات. فهو الباترون ال16 غرزة يعملوا في الاول 3 كيتو تو جزر و6 يارن اوفر كي 1 في النص، وبعد كده نقفلهم ب3 كيتو تو جزر. دي ال18، واحنا قلنا الباترون مضاعفات ال18. احنا لما هنعمل كده احنا عملنا في الباترون الواحد 6 كيتو تو جزر، 6 يارن اوفر. طيب ده كده احنا خلصنا الايه، الصف التالت. بعد كده الصف الرابع والاخير هنشتغل عدل كله. الله، بس ده كده ده وش المقلوب، ملناش دعوه، نشتغل عدل عشان نعمل الشكل اللي احنا عايزينه. فيعني احنا كده عندنا 3/4 الباترون عدل مقلوب، صف عدل صف مقلوب صف عدل ماشي. طيب هنشتغل العدل، وبعد كده هنكرر نفس الكلام ده تاني علشان نشوف الشكل وهو كامل. يعني لما نعمل كذا واحدة بيبان طبعا الشكل اكتر. شايفين اليارن اوفر اللي هنا دي؟ نشتغل عادي كأنها غرزة عادية جدا ولا كأن في اي حاجة بالشكل ده اهو. يارن اوفر، احنا دي غرزة بالنسبة لنا عادية جدا. تمام تمام. خلصنا كده الصف الرابع. شايفين التمويجة بدأت تظهر، والفراغات اللي في النص دي عاملة شكل. والتمويجة دي كل ما المفروض بنزود الغرز عدد الغرز هتلاقي التمويجة دي شكلها بقى موجة اكتر كمان، شكلها بيبقى ظريف جدا. علشان كده لما انا كنت شغالة بيها الكوفية اللي انا عملتها انا مكنتش حاسة بملل، شكلها كان بالنسبة لي مبهر. يعني كانت عاملة لي تمويل مغناطيسي ورغبة عارمة في ان انا اكملها. طيب هنكرر تاني، او يعني عايزين نعمل نفس الباترون الاربع صفوف تاني. اول واحدة قلنا كيف كلها، انا عايزة اعملها كذا واحدة علشان شكلها يبان اكتر، يبقى احنا عارفين الشكل احنا بنعمله عامل ازاي. وده بعد ما عملنا كذا صف والشكل الجميل بتاعها بدأ يظهر اكتر، سواء الموجة اللي في هنا اللي تحت او زي البرواز اللي فوق والليس بتاعها، فشكلها بدأ يظهر. والرسمة شكلها جميل جدا وتدي الاحساس ان الواحد تعب وهو بيعملها، مع ان يعني اغلبية الوقت انا حتى محتاجتش ان انا اعد الصفوف انا في الصف الكام، لاني اوريدي كنت معلماها. ده هنا الصف الاول اللي هو الغرزة العدلة، والصف الثالث اللي بنعمل فيه الحركة بتاعتنا، والصف الرابع اللي بعد الثالث ده بيكون كله كي، والصف الثاني اللي بعد ده بيكون كله غرزة مقلوبة. فانا حتى محتاجتش ان انا اعد الغرز. وطريقه عمل الليس سهله قوي، اللي هي اليارن اوفر دي سهله جدا، انت ما تعملش حاجه، احنا مش بنشتغل يعني.
وموضوع الغرزتين اللي بنشتغلهم مع بعضهم ان اسهل ما يكون. فاتمنى ان انتوا تعملوا بيها شال، لان انا حاسه ان هي احلى حاجه فيها في الشال، هي معموله للشال او الكوفيات. وبالتوفيق.